الهدف اللي طلبه الكابتن خالد الهدف الاول والوحيد لفريق نادي المصري. هي نفس الحاله يا كابتن. بص ثلاثي بس نقف هنا ثلاثي الارتكاز بتاع الزمالك كابتن فين؟ مضروبين بلعبه واحده. محمود عبد الحكيم في ظهر دول كلهم مع عبد الله السيسي وده خطا، حتى معهم كمان اسامه العزب جنبه على طول عبد السلام نجاح. ثلاثه بتوع الارتكاز نادي الزمالك فين؟ في الثلث بتاع نص ملعب نادي الزمالك، وده خطا، يعني ده خطا يؤخذ او يحسب على لعيبه الارتكاز. صحيح الكره اتلعبت 1 2 ما بين عبد الله السيسي وبين محمود عبد الحكيم، بس اعتقد كمان الكره لازم يكون في تغطيه، لان عبد السلام ومحمود عبد الحكيم لعيبه وسط ملعب اطراف اكتر منهم لعيبه رؤوس حربه، فكان المفروض يكون على الاقل في لاعب من لعيبه الارتكاز مقابل محمود عبد الحكيم في وشه قبل ما توصل الكره بال1 2 اللي اتعملت مع عبد الله السيسي. نعم. وطبعا اللعبه ديت يمكن برضو لو جبناها من الاول خالص من ساعه استقبال سيسي للعبه هنجد ان مفيش حد عمل اي نوع من انواع الضغط على لعيبه لاعب محمود عبد الحكيم ولا على عبد الله السيسي. بص حضرتك الكوره طالعه من عند اسامه تقريبا، بص بيوقفها هنا. طبعا حصل ربط رائع ما بين محمود عبد الحكيم وبين سيسي. صلاح سليمان طبعا هنا هوش، يعني كان المفروض ان هو انه يعمل عمليه ضغط حتى لو هو اتضرب، لان في اثنين لعيبه ممكن واحد يعني اتضرب اللي هو مثلا زي هاني سعيد. عمر جابر هنا اللي كان لازم يغطي، يعني في اللعبه اللي فاتت دي كان عمر جابر هو اللي كان لازم يغطي. انما طبعا اذا كنا بنتكلم عن سلبيه في المدافعه لابد ان احنا نتكلم على الايجابيه والمهاره اللي موجوده في عمليه ال1 2 اللي اتلعبت وعمليه انهاء الهجمه من عبد الله السيسي، انه قدر الكره مظبوط جدا وقدر ان هو يلعبها بشكل رائع من فوق عبد الواحد. الهدف